كيفاش انتقل التعليم من المساجد للمدارس؟ اللي معروف ان في الحضاره الاسلاميه ان التعليم بدا في المساجد، ولكن من بعد بداو كيشوشوا الناس اللي كيقراو على المصلين، وبانوا ان جامع الازهر ما كان كيدار فيه والو من غير صلاه الجمعه. وهنا بداو كيفكروا كيفاش يفصلوا الدين على العباده. والقصة كتقول أن أول مدرسة تبنات على يد النظام الطوسي في بغداد، على يد الوزير شاه. ومن بين الناس اللي وسعوا المدارس وداروا دور مخصص على قراءة القرآن وحفظه، وداروا دور مخصص للحديث النبوي، وفصلوا في التخصصات الأخرى كالطب والعلوم وما إلى ذلك، هم المصريين، فكانوا سباقين لهذا الشيء. وكانوا المدارس في جميع العصور الإسلامية كتمول من المجتمع المدني الإسلامي، بالإضافة للسلاطين والأمراء والملوك اللي كانوا حتى هما كيمولوها ماديا. وكانوا كيديروا في كل مدرسة كتبغي تبنى وكتبدا يكون عندها افتتاح، كيديروا لها واحد الحفل كبير كبير جدا ترحيبا بهذه البادرة الطيبة اللي كان ديك الساعة كيشجعوا على التعلم.